جيلنا قرر إن التغيير بيحصل كده. قول لنفسك أنا قوي، بص في المراية، ابتسم، الكون هيتحرك، النجاح هيجيلك تاكسي. المشكلة إن الكون مش أوبر ومش بيسمع توكيدات. ممكن تقول أنا ناجح وأنت نايم، بس الواقع مش هيقولك أمين. في فجوة ضخمة بين الكلام والسلوك، والفجوة دي مش بتتقفل بالنوايا. خلينا نكسر الوهم الكبير. أنت مش صفحة بيضة، مش حر زي ما بتحب تتخيل، مش بتبدأ كل يوم من الصفر. أنت نتيجة تربية وبيئة وتجارب ومخاوف ومكافآت وعقوبات قديمة وتأثيرات خارجية كتير أنت مش منتبه ليها. عقلك اتعلم إن أنماط معينة بتقلل الألم وبتزود الراحة وتخليك تمام، حتى لو الأنماط دي بتدمرك على المدى الطويل. فلما تيجي تغير، عقلك مش بيقولك عظيم، عقلك بيقولك إحنا كنا تمام يا معلم، ليه وجع الدماغ ده؟ وده مش خيانة، دي وظيفته الأساسية. وخلينا ندفن التحفيز مرة واحدة. التحفيز شعور، والشعور متقلب، النهاردة متحمس، بكرة مخنوق، برده زهقان. فلو مستني شعور عشان تتحرك، انت حكمت على نفسك بالشلل. التحفيز مش محرك، التحفيز شرارة، والشرارة من غير نظام يحميها بتنطفي. الناس فاكرة إن الفلسفة كلام نظري، بس الحقيقة إن الفلسفة كانت دايماً بتحلل وتتكلم عن السلوك، عن ليه الإنسان يعرف الصح ويعمل الغلط وهو واعي بده. الفلاسفة قالوا حاجة بسيطة: الإنسان لا يتحرك لأن الشيء صحيح، بل لأنه ضروري وحيوي. يعني مش كل اللي مقتنع بيه تقدر تعمله، حتى لو بسيط. خلينا أكون صريح أكتر. التغيير الحقيقي مش جميل ولا إنستجرامي ولا محفز. التغيير الحقيقي بطيء ومربك وما فيهوش تصفيق. أول ما تغير سلوكك تحس إنك غريب ومش مرتاح، وكأنك بتخون نسخة قديمة منك. وده طبيعي، لأنك بتكسر اتفاق قديم بينك وبين نفسك إنك تفضل زي ما أنت عشان تفضل آمن. وخليني أقولك حاجة يمكن تضايقك. أنت مش محتاج كتاب جديد ولا بودكاست جديد ولا فيديو جديد ولا وصفة سحرية. أنت محتاج تعمل حاجة واحدة صغيرة حتى لو غلط ومن غير ما تكون جاهز. تخرج من منطقة الراحة والأمان وتاخد الريسك. بس المشكلة إن ده مش ممتع ومش مثير ومش هيخليك تحس إنك ذكي. حتى لو الريسك اللي أنت بتاخده كان لا يذكر، بس دماغك هيشوفه خطر، خطر كبير. الفرق بين الإنسان الواعي والإنسان المتغير بسيط جدا. الإنسان الواعي فاهم وبيحلل وبيشرح. الإنسان المتغير بيغلط وبيكرر وبيتعب ومش عنده قصة حلوة يحكيها. عشان كده عدد الواعيين كتير وعدد المتغيرين قليل. لو المعرفة كانت كفاية كنا كلنا اتغيرنا من زمان. التغيير مش مسألة وعي، التغيير مسألة نظام. نظام يشتغل وانت مش حابب، ويتحرك وانت مش متحمس، ويكمل وانت مش مقتنع. النظام بيجبرك تتحرك، بيشيلك حرفيا. انت مش فاشل ولا ضعيف، انت بس كنت فاكر حتى لو بشكل غير واعي ان الفهم لوحده كفاية. واخطر مرحلة في حياة الانسان مش الجهل، اخطر مرحلة انك تحس انك فاهم وانت واقف مكانك.